ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. وحشتوني جدا جدا قد العالم كله. النهارده جايين نتعلم مع بعض ازاي نرسم الايلاينر المجنح اللي هو شكله كده. الايلاينر ده مناسب جدا للبنات اللي عينيها مبطنه، فلو انت عينك مبطنه وحابه تعرفي اكتر تابعي معايا لاخر الفيديو، وما تنسيش تعملي لي لايك كبيره للفيديو، شير مع اصحابك، سبسكرايب لو انت مش مشتركه في القناه، وكمان تعملوا لي فولو انستجرام، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. يلا نبدا الفيديو. اول حاجه رسمت حواجبي زي ما انتم شايفين كده، واستخدمت الجل بتاع انستازيا. الجل دوت درجتي فيه ميديم براون، وهو لونه من جوه على بني غامق كده. حلو قوي للناس اللي لون شعر حواجبها غامق. اللي ما بتعرفش ترسم حواجبها انا سايبه لكم فيديو في صندوق الوصف، روحوا شوفوه، بعلم فيه ازاي ترسمي حواجبك شعره شعره. وطبعا نضفت تحت حواجبي بعد كده باستخدام كونسيلر بتاع ميبيلين انتي ايج. الدرجه بتاعتي فيه 07، والدرجه دي نفس لون بشرتي بالظبط. انا مش حابه اعمل اي اضاءات ولا تنوير، انا يا دوبك كنسلت الهالات عشان اقدر اهيئ ان عيني ان اقدر ارسم عليها الايلاينر يبقى شكله حلو. وطبعا هستخدم معاكم الايلاينر المفضل عندي، وهو بتاع ميبيلين هايبر ايزي. الايلاينر ده ثبات وسواد مش هتلاقي بعده، يعني ده عن تجربة، ودايما كل ما يخلص اكرره. ويلا بقى كفايه رغي، نبدا نعمل الايلاينر بتاعنا. انا طبعا بعد ما حطيت الكونسيلر طبعا ثبته بشويه باودر على خفيف. ولو انتي ما بتعرفيش ترسمي الايلاينر كويس، ممكن تبداي ترسميه بالشادو، يعني تجيبي فرشه رفيعه مثلا زي كده، تكون بتاعت حواجب، تكون رفيعه قوي، وتبداي تاخدي شادو على خفيف كده، وتحددي خطوطك الاول بالاي شادو، وبعد كده ابتدي تقليه بالايلاينر لو انتي ايدك مش واخده قوي على رسمه الايلاينر باستخدام الايلاينر على طول. انا هبدا اخد خط بقى كده من نهايه العين، شد خط من نهايه العين لفوق، كده. بعد ما عملت الخط ابتدي ارجع لحد كسرة العين، ارجع بقى وانا مفتحه عيني كده، ابتدي اكمل الخط وعيني مفتوحه لحد خط الرموش كده. هاجي بقى اغمض عيني، الاقي في مسافه، اوصل بقى الخط ده لتحت، بحيث ان انا لما افتح يبان ان هو ستريت، ولما اقفل يبان ان هو عامل شبه الجناح كده. ابتدي بقى املى كل الفراغات دي. ابتدي بقى ظبطي شكل الوينج من ورا كده، بحيث ان هو يبقى كده. افتح عيني ثم اقفل عيني. يلا اظبط العين التانية وارجع لكم. بعد ما خلصت شكل الوينج على الناحيتين كده بالشكل ده، هبتدي بقى اكمل الايلاينر بخط رفيع خالص لحد قدام. لو انت عينك مبطنه يستحسن تقفي لحد الخطوه دي وما تكمليش. لو انت عينك فيها مساحه جفن متحرك زي عندي كده، ممكن تكملي الايلاينر بخط رفيع لحد قدام لحد مجمع العينين، وانا هكمل معاكم. يلا كده، افتح الاقي الايلاينر على شكله ستريت، لما اغمض الاقي الايلاينر مدي على شكل الوينج الجناح.
يلا اكمل العين التانية واجيلكم. بعد ما خلصت شكل الايلاينر بتاعي بقى بالشكل ده، حطيت بقى حبه شادو كده على خط الرموش من تحت كده عشان نظبط العين. وهحط معاكم الماسكارا بتاعه لوريال اللي هي بتاعه اير فوليوم. بعد كده اسيب الماسكارا تنشف وابتدي احط رموش طرفيه. هلزق الرموش وارجع لكم. ركبت الرموش وده بقى المنظر النهائي. الرموش دي انا كنت جايباها من شي جلام، هو ست كده فيه 10 رموش. انا خدت منهم رمش ورحت قصاه من النص وركبت الطرف بتاعه. حسيت ان هو بيدي شكل طبيعي اكتر ما اركب الرمش كله لان الرموش كانت تقيله. ولو انا بقى حابه ادلع الايلاينر بتاعي ممكن اجيب الاستراسات اللي هي بتتلزق ديت زي دي. انا كنت شارياها باكت كده، ممكن تلزقي منه بيرسينج وفي نفس الوقت ممكن تلزقي منه الايلاينر. فانا هلزق معاكم واحده كده ندلع بيها شكل الايلاينر بتاعنا. واحده مثلا نحطها على الوينج من ورا مثلا. شكلها كده. ممكن احط واحده تانية يبقوا اتنين جنب بعض. بالشكل ده. هعمل العين التانية واجيلكم. وده الشكل النهائي بتاع الايلاينر بتاع النهارده. ده شكله. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. بكده اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني، تعملوا لي لايك. هستنى رايكم في الكومنتس واستنوني فيديو جديد ومفيد مع نوني. باي.